عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، صباحكم معطر بذكر الله حبايبي. يا رب تكونوا بخير دايما وعلى خير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا وبشكر كل حد جديد معايا في القناة، منوريني وجودكم على راسي من فوق. بحبكم في الله. بصوا بقى، انا جيت لكم النهارده بفيديو جميل قوي، ان شاء الله هيعجبكم. بس يلا بقى ايه، اللي بيشوف قناتي لاول مره ما ينساش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس وتفعيل كلمه الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي بنزلها، واللايك بقى الحلو عشان تشجعوني، عشان نعمل كمان فيديوهات مع بعض تشجيع، وان شاء الله تستفيدوا مني لو بمعلومه بسيطه. يلا حبايبي بقى، زي ما قلت لكم اللايك الجميل لميرو، وكومنتات كتير، نصلي على النبي في الكومنتات كتير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بقى نبدا الفيديو ونقول بسم الله. يلا يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه شغلت القران، اهم حاجه القران. بصراحه لما بشغله كده بحس براحه نفسيه، وبعرف ان انا اكمل روتيني واكمل يومي. فاهم حاجه نبدا بيها القران الكريم عشان نحس بالراحه النفسيه كده. يلا بقى نبدا الفيديو معانا ونقول بسم الله. بصوا بقى يا امارات، خلينا متفقين كده ان هو الفيديو معايا طويل شوية، بس في حاجات كتير قوي هتستفيدي منها ان شاء الله. بس يلا بقى كده، زي ما قلنا اللايك الجميل وكومنت حلو كده، ونصلي على الرسول كتير قوي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين بقى كده، جيت على اول حاجة، الركنة معايا دي. الركنة اللي بره ديت، بصوا اللي داخل من الباب واللي طالع، اللي في ايده اي حاجة، ولادي انا ذات نفسي، يعني انا مش هتهم في ولادي بس كده، انا عن نفسي ببقى طالعة مثلا وفي ايدي حاجة او داخلة وفي ايدي حاجة، بقوم حطها عليها. طبعا بقى مليانة، ده من فوط، ده طرحة، ده مش عارف ايه، ده كيسة، ده ازازة، ده كوباية، اي حاجة بتبقى في ايدينا على طول بنقوم حاطينها عليها. هنا بدأت ان انا انفضها، وكنت بس هنفضها من على الوش كده واكنسها، الا بشيل بقى الشلتة، انصدمت، بصوا حرفيا كده اتصدمت من المنظر. انا مش عارفة بجد بيجيلها الحاجات دي منين، برغم ان انا ايدي دايما فيها، بجد دايما ايدي فيها. ده قشر لب بقى، ده بواقي فتافيت عيش مكان السندوتشات، مثلا لو حد من العيال مثلا عايز سندوتش، عايز حاجة، تلاقي بقى فتافيت عيش، ده قلمة، ده استيكات، ده بريات، ده كوكي بقى جايبالي الحاجات بقى المكياجات بتاعتها. على طول دايما بتتمكيج وبتحب المكياج قوي، تحط ميك اب قوي. فدايما الاقي بقى الحاجات دي كلها تحت الركنه وعلى الركنه كده ومستخبي. اللهم صل على سيدنا محمد. والمشهات بتاعتها والتوك بتاعتها اللي ضايعه، كل حاجه الاقيها جايباها هنا، وما نلاقيش الحاجه اعرف على طول ان هي في الركن. بصوا بقى لدرجه ان انا لقيت فلوس، متخيلين؟ يعني انا لقيت جنيهات وعشرات وخمسات، كل حاجه ما تتخيلوها اللي لقيتها في الركنه دي. يعني ان اي حاجه تضيع مننا على طول ندور على الركنه، تحت الركنه نلاقيها. مش عارفه دي هي دي الخبايه بتاعتنا ولا هي ايه، مش عارفه. اللهم صل على سيدنا محمد. بدأت بقى ان انا نفضتها كويس من التراب، لان هي بيبقى عليها التراب مكان قعدتنا ومكان الولاد وكده. لميت كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، واللي بلاقيه بحطه على الترابيزة جنبي على ما اخلص الركنة. شايفين بقى الفلوس؟ بوريها لكم اهي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا حبايبي، الفيديو النهارده جميل قوي، بس كملوه معايا للاخر وان شاء الله يعجبكم. يلا بقى اللايكات الحلوه كده عشان تشجعوني. ان شاء الله بقى هنعمل تنظيفات مع بعض، اللي هي يعني قبل الشتاء وقبل دخول الشتاء علينا كده، ان شاء الله هننكت كل حاجه. وبصوا بقى الكسلانه ان شاء الله هتقوم كده وتبقى نشيطه قوي. محدش هيكسل من النهارده. هنا مش عارفه المكنسه معايا كانت مالها، عماله كان شفطها قليل كده، بس انا مسكتها بقى نفضت قلبها، زي ما تكونوا قلبها من جوه كان فيه تراب شويه. فهي دي اللي كان مخليها شفطها قليل، كان شفطها ضعيف كده. فلما نفضتها بقت بتشفط، بصوا ما شاء الله. بدأت بقى ان انا اكنس والم كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى يا جماعة، الدور الارضي ده حاجة صعبة قوي، بجد حاجة صعبة قوي، ما انصحش اي حد يسكن في الدور الارضي ده.
بجد. وبالذات لما يكون ايه في الارياف زينا كده، ويكون على طريق، ويكون مثلا على طريق وفي اراضي والاماكن دي. بصراحة تراب تراب التراب، بصوا مزهقني زهق بقى. يلا الحمد لله، مفيش حاجة بتيجي في الدنيا كده كلها مرة واحدة، الحمد لله. هنا بدأت بقى ان انا اخلص، والترابيزة دي تقيلة تقل بقى ما اقولكمش، لان ما عليهاش ازاز، اللي عليها دي رخام، والرخامة طبعا تقيلة قوي، بشيلها بصعوبة. يعني ما كانش حد من ولادي موجود عشان يشيلها قبالي. بصراحة انا ربنا يخلي له ولادي يا رب، بيشيلوها قبالي لانها بتبقى تقيلة قوي، فهم ما كانوش موجودين ان هم يشيلوها قبالي. خلصت على طول بقى الناحية اللي هي بتاعت الركنة دي، قمت مدايرة الكاميرا بالستاند كده، وفي نص الصالة كملت عليها كنيس كده على السريع معاكم برضه. شوفوا بقى طبق الجميز ده، طعمه جميل قوي، لو تيجوا عندنا هاكلكم منه. للي بيحب الجميز. جوزي بصراحه كان جايبهولي من عند ماما، عندهم شجره قدام بيتهم كبيره قوي، ان شاء الله اما اروح هناك هصورها لكم. طعم الجميز بتاعها ده جميل جميل كده، بموت فيه. هنا بقى خلصت على طول، وقمت لما اخش على الاوضه اللي بصوا ما بتنضفش خالص. قولوا لي كده، انتوا راخرين الاوضه دي عندكم ما بتنضفش كده؟ قولوا لي بقى في امارات ولا الاوضه دي عندنا بس؟ بجد زهقت من الاوضه دي خالص، كل ما ارتبها الاقيها متكركبه تاني. والملايه سبحان الله، الناس تنام على السرير وتقوم ملايتها مفروشه كويسه وحلوه كده، واحنا ننام على على السرير نقوم الملايه على الارض. مش عارفه ليه، بجد والله مش بحور عليك ولا اي حاجه. بننام نقوم نلاقي الملايه على الارض زي ما انتم شايفين كده. يمكن انا كنت ظبطت انا ظبطتها كمان قبل الكاميرا شويه. بجد بتبقى على الارض، الملايه بتنزل على الارض، بننام على المرتبه كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنت لما الهدوم بقى كان ثبت الغسيل محطوط، الملايه كانت نضيفه ما كانتش محتاجه ان انا اغيرها. يا دوبك اسوي بس السعر كده وانفضهم واكنس الاوضه. بس اللقطه بتاعت الكنيس دي بصراحه مسحت مني، مش عارفه راحت فين. وكنت جايبه بقى لبس المدارس لاولادي، هبقى اوريهولكم برضه ان شاء الله في فيديو لوحده، لان لقيت الفيديو طول قوي فما رضيتش ان انا ايه اطول عليكم اكتر من كده. شايفين بقى النظافه لما بتنضف كده، النظافه حلوه ازاي؟ يا رب تفضل كده طول اليوم. بدات بقى ان انا الم كل حاجه في الاوضه زي ما انتم شايفين، والم العرايس بتاعت كوكي، مخلعه شعرهم بجد، مخلعه شعرهم من كتر التسريح فيهم، وتوكها كلها في شعر العرايس بتاعتها. سيب التوك يا بنت اسرح لك بيهم واحطهم في شعرك، تقولي لا العروسه. فيلا نشتري لها وللعرايس عادي. دخلت هنا على الاوضه عندي، ده مكتب. المكتب ده كانت مكتبه، يعني احنا الاول انا متجوزه بقالي 13 سنه، كانوا الاول بيعملوا لنا مكتبه كده تحط فيها الشاشه او التلفزيون وكده. انا طبعا انا قبل كده كنت قاعده ببيتي القديم، وكان في مكتبه كانت كامله على بعضها، كانت ضلفه هنا كده طويله، وده مكتب في النص، وضلفه طويله تانية لازقه فيها. كانوا الاتنين لازقين في التلاته كانوا لازقين في بعض. تمام. جيت طبعا لما نقلت وكده، طبعا المقاسات مش زي بعضها، وانا ما حبتهاش على بعضها كده، ما حبيتش المكتبه على بعضها، طبعا ما عادتش موضتها وما عادش الكلام ده. فانا كنت فككتها حتت. المهم المهم روقتها كده وسبتها بقى ولميت اللي عليها. طبعا انا اولادي لما بيحطوا الحاجه، كتبهم ولا كراريسهم ولا الحاجه، على الركنه بره، اقول لهم خدوها دخلها جوه، يدخلوها بقى في اماكنهم اللي انا مثلا قال لهم كل واحد ليه مكان، كل واحد ليه درج او خزنه كده يحط فيها كتبه وكراريسه وحاجته، عشان ما تضيعش، لان اللي بيضيع مش بنلاقيه. لا هما يجوا بقى شايلينه، حاضر سامعين كلامي، حاضر يا ماما، وما حطونه على المكتب، وانا اللي اخش تاني وراهم اروقهم واعدلهم واحط كل حاجه مكانها. الولاد كلها كده ولا انا ولادي اللي لوحدهم ولا ايه بالظبط؟ ربنا يهديهم جميعا يا رب. دخلت بقى على الهدوم دي، كان عندي شويه غسيل لميتهم، وقلت بقى اما اقعد اطبقهم معاكم. طبعا اغلبيه الهدوم انا بقلبها، والاغلبيه مش بقلبها بصراحه. يعني بعض الهدوم كده لاولادي
لانهم برضك بيقول ان انا اعدل لهم الهدوم. فانا بقوم عادلاهم الهدوم الداخليه بقى والهدوم اللي بره، ترنجات البيتي والخروج، بقوم ان انا اعدلها كده بحيث ان هم يجي يلبسوا تكون معدوله على طول، يلبسوا على طول ما يجوليش. خلصت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هبدا بقى ان انا اشيل كل حاجه مكانها في الدولاب. برضه كنت عايزه اصور معاكم دولاب كوكي واطبقه معاكم، بس لقيت الفيديو طول قوي، قلت لا كفايه عليكم بقى كده، ونبقى نشوفه في فيديو جديد ان شاء الله. دخلت هنا المطبخ، بدات ان انا الم الاطباق بتاعتي اللي كانت في الصفايه، احط كل حاجه مكانها. دي كانت مواعين الفطار، يا دوبك فطرنا، ودي كانت مواعين الفطار. طبعا انا زي دايما بقول لكم كده يا حبايبي، ان انا بسيب المواعين تتصفى كويس قوي على الصفايه، مش بحطها المطبخ ولا ادخلها المطبخ قبل وهي مبلوله او عليها ميه، لان ده طبعا غلط قوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بدات بقى الم كل حاجه حواليا، والم المواعين اللي عندي كلها، وافتح التلاجة اشوف فيها طبق كده ولا طبق كده ولا حلة. اما احنا الستات طبعا، وكل امهاتنا والامهات كلها فينا عادة حلوة قوي. طبعا العادة دي بقت يميرو، ان احنا مثلا بقى عندنا شوية مكرونة من امبارح، نرميهم؟ لا طبعا، نشيلهم في طبق في التلاجة. باقي شوية رز، نرميهم؟ لا طبعا، نحطهم في طبق في التلاجة. فتلاقي التلاجة بقى تتمال، ده اطباق، ده حلة فيها ايه، ده حلة فيها ايه، وتلاقيها مليانة. ونيجي تاني يوم ولا تالت يوم طبعا مش متاكلتش، فانت بتضطري برضك انك ترميها. فاحنا المفروض بقى انا بقول الكلام ده لنفسي برضك، ان احنا نوفر على نفسنا الجهد ده كلته، ونرميها على طول. يعني مش لازم بقى نعمل مواعين كتير ونحط في التلاجة وفي الاخر معروفة ان هي تترمي. بجد انا بعمل كده، يعني بستحرم الحاجة ان هي تترمي، حرام حرام، لسه حلوة مش عارف ايه، بس بجد برضك برجع تاني مش بحتاج. انا في عادة، انا وولادي وجوزي ما بناكلش الاكل البايت. بصوا ان شاء الله يكون باللازم، اكل بيت ما بنعرفش ناكله بجد. لما تلاقوني بعمل الكميات على قد بسيطة، يعني بعمل الكميات الاكل على قد اليوم، واللي بيفيض بجد بجد برميه. بس انا بقى مش برميه في الزبالة، اعزكم الله، انا عندي طيوري، عندي كتاكيت وبط وحاجات من دي بحطهم له. يعني انا عندي طيوري بحط لهم بواقي الاكل، فانا ممكن ما بستحرمش، يعني ان انا ان حاجه فاضت عندي حطيتها للطيور كده. اما في ناس بقت يعني نعمل حاجه على قدنا، ما نكترش عشان الحاجه ما تترميش، لان حرام طبعا، الحاجه غاليه والدنيا غاليه. والحمد لله خلصت المواعين تمام كده. طلعت بقى، كان عندي جوز الديوك دولت على السطح، كنت عايزه اصور لكم وانا بمسكهم. بصوا بجد حيروني حيره بقى، حيره السنين، لانهم كانوا على السطح وهم بيطيروا. بصوا جريت وراهم جري بجد، بصوا هدوا حيلي، قلت لهم منكم لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بقى انا طبعا اليوم اللي بذبح فيه فراخ، مثلا فراخ بلدي، فراخ بيضة، الحاجات دي، بقوم مشغله السخان على طول، اللي هو السخان الميه اللي في الحمام ده، بشغله، بقوم خليه يسخن خالص ويفصل. وبعد كده بقوم ماليه طبق معايا ده ميه، يقوم مليان ميه من اللي هي سخنه دي، واقوم مصمطه فيها الفرخه معايا. لان طبعا مش مستاهله ان احنا نولع ميه على البوتاجاز ونولع نار وكده، مش مستاهله، لان هما الفراخ بطبيعتهم ريشهم رقيق واقل ميه سخنه بيطلع بيها، مش زي البط بيبقى عايز ميه مغليه، اما الفراخ عايزه ميه بدوبك سخنه كده عاديه، مش ميه بتغلي على النار. جيت هنا مليت الطبق ده معايا، وقمت مسقطه على طول معايا الفرختين كده، الجوز الديوك دولت. ولما سقطتهم فيه بقيت اقلب فيهم كده لحد ما الريش طلع معايا في ايدي، الريش بتاعهم طلع واحده بواحده كده في ايدي، كده خلاص راحوا تمام كده، استوي، يعني الريشهم بدأ يطلع منه. ريشتهم كويس قوي، هما ما كانوش محتاجين تشييط. انا بصراحه بحب اشيط الطيور بتاعتي، يعني ان كان بط ولا فراخ بحب اشيطه، بحس ان التشييط كده نضيف، وبيبقى لو في ريشايه صغنونه ولا حاجه كده رفنوعه ما انتش شايفاها بتطلعها. بس دولت
ما كانوش محتاجين لانهم كانوا نضاف ما شاء الله زي ما انتوا شايفينهم كده. هم كانوا لسه صغننين بس كانوا نضاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حيرة كل يوم على الاكل هنعمل ايه؟ قلت بقى لا، إيه اللي خلاني محتاره انا اطلع امسكهم. مسكتهم بقى وذبحتهم زي ما انتوا شايفينهم كده، ولميت الريش بتاعي. ببدأ ان انا اصفيه في الحوض والمه كده في كيس بلاستيك، وابدأ اصفيه واعبيه واحطه على طول في الزبالة اعزكم الله. بدأت ان انا بقى انقرهم كده، يعني ايه، احش اي حاجة، اي زوايد فيهم، الرجول والراس والحوافي بتاعتهم، كل حتة زيادة فيهم لازم تتشال عشان الزفارة. والرقبة بتاعتهم كده بدأت ان انا اشيلها واشيل الزور والحاجات دي. طبعا الكلام ده كلته للبنات المبتدئات لحياة جديدة وداخلين على حياة ماماتي جميلة كده، يبقوا ماماتي جميلة عشان يبقوا شاطرين، لان الجواز مش سهل خالص بجد، والأمومة مش سهلة. فلازم ان ايه نبقى قد المسؤولية عشان نبقى شاطرين كده وجمال ونعرف نسد، محدش يقول علينا ان احنا ايه مش شاطرين. وده طبعا سر الحياة وطبيعة الحياة وسنة الحياة. انا قلت سر الحياة. اعذروني اعذروني. دي سنة الحياة طبعا، ولازم كلنا نمر بيها. فتحت بطنها على طول وبدأت اغسل فيها. بصوا بقى، بيبقى في حتة في بطن الفرخة كده من جوه عاملة زي الكبدة، دي مش كبدة خالص، دي بتبقى زفرة، لازم تطلع من بطن الفرخية معايا او البط، لازم نطلعها عشان الزفارة. لان طبعا ايه لو ما نضفناهاش كويس وطلعنا منها اي حاجة تؤدي للزفارة، مهما تغسلي بقى ومهما تطبخي ومهما تعملي هتفضل ريحتها زفرة معاكي. تمام كده. خلصت بقى ايه على الحوض، نضفتهم كويس قوي، ما هتشوفهم اي حاجة، يا دوبك هغسلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا يا حلوه بقى، ان كنت وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسنيش في اللايك الجميل والاشتراك الجميل عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها على طول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بقى ايه، طبعا غسيل المعتاد اللي بغسل بيه على طول، ومفيش احسن من كده طريقة غسيل. الملح والدقيق دولت احسن طريقة الغسيل. اللحمة معاكي، الفراخ، البط، ده احسن طريقة بجد، بتخلي ريحة الفراخ معاكي ولا البط ريحته جميلة وريحته نظيفة قوي، مفيهوش اي زفارة. طبعا غسلته، بتمدي ايدك بقى في قلب الفرخية كده تمسكها من بره كده، تدعكاها كويس قوي بالمية والدقيق والملح ده. بصي بتحوش على طول منها ريحة الزفرة بجد. وببدأ ان انا اشطفها بقى مرة واتنين وتلاتة تاني، بحسها بقى خلاص نضفت معايا وبقت ريحتها كويسة. انا بشم ريحة الريحتها عشان اتأكد من ايه، من الزفرة. برجع تاني ان انا اشطفها ونغسل بقى الطبق اللي كانت فيه، نغسله كويس او ببريل والسلكة كده معانا، عشان ايه ما يبقاش ريحته زفارة نرجع نحط فيه تاني يبقى ريحته مزفارة تاني ولا اكنك عملت حاجة. حطيت عليهم ليمونتين، عصرت عليهم ليمونتين وركنتهم بقى على جنب يتنقعوا شوية، وبعد كده ايه اجيلهم. سبتهم شوية وجيت هنا بقى على البوتاجاز معايا على طول. جبت الحلة بتاعتي اولع على النار، هحط السمنة، معلقة من السمنة. انا بستعمل سمنة روابي. روابي دي جميلة قوي، ريحتها بصوا جميلة تحفة في اي نوع بقى، نوع اكل، حلويات، حاجات اللي بتستعمليها اللي بتطبخي يعني بيها. بصوا بتخلي نفس ريحة الاكل جميل قوي. هنا بقى كان معايا حوالي 10 فصوص من التوم، قشرتهم وخرطتهم قطع صغيرة كده بالسكينة. وساعة ما السمنة سخنت معايا نزلت على طول بيهم، خدوا لون اصفر كده. وكان معايا 5 حبات من الطماطم مقطعهم بردك قطع، وبصلاية كنت مقطعاها بردك قطع 4 قطع. اديت لهم تشويحة كده مع السمنة مع التوم كله مع بعضه، ونزلت على طول بالفراخ بتاعتي. هبدأ بقى احط الايه، رشة من الفلفل الاسمر. ما نكترش يا بنات بهارات، لان البهارات بتغمق معانا الشوربة قوي. تمام، ما تكتروش بهارات. نزلت هنا بالكمون
رشة بردك بسيطة والملح. استكفيت بكده بس. هزودها بقى نص كوباية من المية، حاجات بسيطة بس خالص كده، لان طبعا الطماطم عشان تاخد وتدي معاها كده ما تبقاش ما تنشفش مننا وتنحرق. هنا بقى على ما خدت مع نفسها شوية كده يجي 10 دقايق على النار، كنت حطيت على الكاتل بتاعي مية تغلي وزودت على طول. طبعا لما بنزود معانا الفراخ مية بتغلي ما بتغيبش في السوى، يعني تلاقوا على طول بتستوي على طول مش بتغيب. تمام كده. جيت بقى جبت الطاسة بتاعتي دي، هحط بردك معلقة من السمنة. بصوا يا بنات، اهم حاجة في تطيب الاكل ده او سوى الاكل نهدي النار. اهم حاجة نهدي النار خالص، لان تهدية النار جميلة قوي، بتخلي الاكل ليه نفس وليه ريحة كده حلو، احسن من النار العالية. جبت بقى في الطاسة بتاعتي دي صبع من الزبدة، مرضتش احط سمنة من اللي هي المعلبة دي، ويدوبك فك معايا، ونزلت ببقية التوم المتخرط معايا. تمام. نزلت بيه على طول، هياخد لون مع السمنة. هنا الفراخ كانت بتغلي بقى، حبيت ان انا احطها على نار هادية خالص، نقلتها على العين التانية، هديت عليها خالص بقى، قلت لها مع نفسك. هي طبعا كانت فراخ صغنونة ما كانتش هتاخد غلو، يعني حاجات بسيطة وتطيب على طول. هنا بقى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا انا بعمل ايه يا بنات في الطاسة دي بقى؟ هعمل معاكم طريقة لا اله الا الله، الفتة. كنت نسيت الاسم بجد. الفتة، الطريقة دي بقى طريقة حماتي بجد بجد بجد، جربوها بس وعلى مسؤوليتي بجد. بصوا طعمها حكاية حكاية بجد. هنا بقى زي ما انتوا شفتوني بالظبط، فكيت صبع الزبدة وحطيت التوم اللي انا مخرطاه، احمر يا دوبك، خد حمار بسيط كده او صفار. وكان معايا حوالي رغيفين من العيش ناشفين، كسرتهم او فتفتهم زي ما انتوا شايفينهم كده، زي ما انتوا شايفينهم بالظبط كده. ولحد ما التومه خدت معايا لون اصفر والسمنه احمرت معايا، قمت نازله على طول بالعيش. طبعا هفضل بقى اقلب فيه شويه كده لحد ما يتشوح معايا واحس ان هو نشف واحمر معايا كده وشرب السمنه بتاعتي. تمام. شايفين؟ برجع تاني اقلب فيه. بصوا يا بنات، الفته دي بقى ولا تقولي لي مين اللي بعملها ولا مين اللي بيعملها، طعمها حكايه بجد. انا بحب الفته دي قوي، دي طريقه حماتي الله يديها الصحه. بجد طعمها جميل قوي، كنت بحبها من ايديها قوي ان هي تعملها لي. فانا طبعا بعملها زي ما بتعملها بالظبط. هنا بقى اتحمص معايا شويه العيش مع السمنه مع التوم، وجيت على طول خدت حوالي 5 معالق او 5 مغارف من الشوربه، نزلت عليهم على العيش معايا كده، وقلبتهم بقى وهركنهم على جنب لحد ما اجي اقدم الغدا. كده بقى جاهزه معايا الفته بتاعتي، هركنها على جنب واسيبها بقى. هنا بقى عملت معايا بردك حله صغيره كده رز، من اللي هو الرز المصري بتاعنا العادي خالص. عملته، حطيت له حوالي نص كوبايه من اللبن او الحليب، وحطيت الملح وظبطته وسبته على النار الهاديه دي بردك براحته كده. هنا بقى الفراخ بتاعتي كانت استوت خالص، هنا هطلعها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا يا بنات بقى، ما كنتش حطيت اللايك، حط لي اللايك الجميل عشان نستمر كمان ونعمل فيديوهات مع بعض كمان. هنا بقى لقيت بقى خلاص بقى المجهود، تعبت كده، قلت لا لازم أنا اعمل الكوبايه بتاعتي اللي انا بحبها وبعشقها، اللي هو يا ميرو؟ شاي على لبن. بجد بحب الشاي على اللبن قوي. ولا تقولي لي بقى قهوه، ولا تقولي لي نسكافيه، ولا تقولي لي بقى المشاريب التانية دي خالص. بحب الشاي على اللبن. انا بحب القهوه بس يعني الشاي على اللبن ده بعمله بطريقه جميله قوي، تشربيه بصي بتبقي ما تشبعيش منه بجد. بحط شاي حوالي معلقه من الصغيره. تمام. والسكر بتاعك زي ما انت تحبي. هنا حطيت معلقه الشاي بتاعتي والسكر اللي انا عايزاه، عملت لي كده مج صغير مش كبير،
شوفوا بقى لونها عامل ازاي، بتقلب على طول لون زي لون شايفين اللون الجميل ده؟ لونها جميل قوي، بتبقى طعمها جميل قوي الكوبايه دي بصراحه. وانا بحب اشربها سخنه، يعني انا بحب اشرب اي مشروب سخن قوي، يعني يبقى لسه نازل من على النار اشربه. تمام. هنا بقى ايه الرز بتاعي طاب والفته طابت، ركنتهم على جنب. وجيت هنا بقى على الفرخه بتاعتي. هي كانت صغنونه بس مش عارفه ما كانتش راضيه تطلع من الحله ليه. اطلعي بقى اطلعي. انا طبعا يا بنات مش بحب خالص ان انا احمر الفراخ بتاعتي او البط او ايا كان لون نوع اللحوم اللي عندي، ما بحبش احمره ولا في زيت ولا في سمنه. بصراحه مش بنحب كده، بحب على طول تحت الشوايه واحطه. طبعا لو بط مش بحط له اي حاجه ولا بدهنه باي حاجه، بستكفى ان هو يخش بس ينزل اللي فيه. اما دي منها فراخ بلدي، طبعا ما فيهاش دهون ولا فيها حاجه. فانا عندي هنا دي زبده ببقى مسيحاها، زبده سمنه بلدي. بقوم جيت بالفرشه كده ودهنت الناحيه اللي هي هحطها على طول دي، دهنتها. ولما تحمر هقلبها وادهنها بردك من السمنه، تاخد معايا اللون بردك الجميل، وبتطلع بتبقى جميله قوي. شايفين بقى الشوربه معايا جميله ازاي، وصافيه وبيضه، مش غامقه، لان زي ما قلت لكم ما نكترش البهارات. تمام. هنا بقى جيت اصفي معايا قطع الطماطم اللي انا كنت حطاها. انا مخصصه المصفى ديت لتصفيه الشوربه للطماطم. والبصل معايا برضك كان طاب استوى وكل حاجه. بدات ان انا اصفيها وعلى طول بتخلص منه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما قلت لكم يا بنات، عايزاكم تجربوا الفته دي وتقولوا لي رايكم ايه. خلصت بقى، خلصت وجي وقت تقديم الغدا. شايفين بقى جمال الفراخ بتاعتي، لونها جميل قوي. وبصوا كان طعمها تحفه، والفته بقى كان طعمها تحفتين بجد، كان طعمها جميل. انا عايزاكم تجربوها بجد عشان تقولوا لي رايكم ايه. عملت معايا طبق السلطه الجميل ده، وانا بدات ان انا اولع بقى على الشوربه تسخن معايا. وجبت الاطباق بتاعتي. طبق الفتة ده انا كنت هغرفها كده، بس بصراحة كانت شربت كل الشوربة، يعني الشوربة اللي انا حطيتها لها كانت شربتها. فروحت تاني على البوتاجاز حطيت لها حوالي مغرفتين من الشوربة تاني، بس عشان تسيب من بعضها. سخنة، تكون سخنة عشان ايه يعني، تكون الشوربة سخنة زي ما انتوا شايفينها كده. بدأت بقى ان انا احط كده في الاطباق. من جمال الفتة بصوا ما خليناش منها اي حاجة، كان طعمها جميل قوي، ولادي بيحبوها. ان شاء الله هتجربوها وهتحبوها، وولادكم هيحبوها، وهتقولوا لي في الكومنتات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ببدأ احط شوية من الفتة طبعا في الطبق كده، في قعر الطبق، واحط فوقه معلقتين من الرز زي ما انتوا شايفين. يلا بقى يا حلوة، ان كنت وصلت معايا من الفيديو لحد هنا وما كنتيش اشتركت في القناة، اشتركي، وان شاء الله قناتي هتعجبك وهتستفيدي مني لو بمعلومة بسيطة ان شاء الله. بحبكم في الله حبايبي كلكم بجد، انتوا حبايبي بحبكم جدا، يا رب ما استغناش عنكم ابدا. هنا بقى وضبت الغدا، والغدا كان جاهز، وكان فاضل بس ان احنا نقعد بس على الغدا. غرفت الشوربة بتاعتي. بجد في اليوم ده انا تعبت قوي، شجعوني بقى باللايك الجميل عشان نستمر كمان وننزل كمان فيديوهات جميلة كده تستفيدوا منها ان شاء الله. تعالوا بقى اتغدوا معايا يا حبايبي، بجد تنوروني واعمل لكم احلى غدا. هنا بقى كان يومي خلص وغدايا خلص.
يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة على قلبكم. أسيبكم في رعاية الله حبايبي، مع السلامة.